السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي الاعزاء مشاهدي ومتتبعي قناة خبر في الملوخية في حلقة جديدة بخصوص قضية اختفاء الطفل ريان دلمي، واتصال هام بوالد ريان دلمي بخصوص ابنه المفقود ريان دلمي. تابعوا وشاهدوا الفيديو للأخير، ولا تنسوا الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية بنية العثور على ريان دلمي، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يرده سالما غانما لأهله. وإذا أعجبكم الفيديو لا تترددوا في دعمنا بإعجاب واشتراك للقناة ليصلكم كل جديد. وردت أخبار جديدة وهامة للغاية وقاطعة فيما يخص الطفل المفقود ريان دلمي. تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي خبرا مفاده العثور على الطفل ريان، لكن هي في الحقيقة مجرد إشاعة، حيث ظهر أحد المتطوعين البارزين في البحث عن الطفل ريان مباشرة من منزل عم الطفل ريان، أين أكد بأن الخبر مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة، وريان لا يزال مفقودا، كما أشار بأن البحث عنه متوقف منذ عدة أيام أو ما يقارب 10 أيام، ولا أحد لديه أي معلومة تخص الطفل. كما ذكر في حديثه أن هناك أناس اتصلوا الآن بوالده حيث أخبروه بأن يذهب إليهم لأن الأمر مهم، كما قال ناس لا باس بهم. إن شاء الله خير. كما نرجو ممن ينشرون مثل هذه الإشاعات أن يتوقفوا عن نشر الإشاعات مراعاة لشعور وحالة والديه. وللإشارة إلى ما سبق، اختفى ريان دلمي عن منزله الزمان يوم 8 من مايو الماضي لعام 2026. المكان عين الطلبة، حمام ريغا، ولاية عين الدفلة. كما تناشد عائلته كل من لديه أي معلومة تفيد في هذه القضية يتوجه فورا إلى أقرب مراكز للدرك الوطني للإدلاء بشهادته. نسأل الله أن يرده سالما غانما لأهله.